في الجمدان ولا في الفكسان؟ انا محمد الديب، وده اكل الديابه. بنجيب عروض وافتكاسات، بنجيب عروض وافتكاسات جامده جدا، وبنكتشف مطاعم سوا، خصوصا الناس الاكيله اللي بتحب تعرف كل جديد. اما بقى في الحلقه دي يا عزيزي، فاحنا شفنا لكم مطعم مفروض ان هو جامد، من مطاعم المشويات اللي فيه سيكه كده شويه اكلات من البيت. فتعالوا بقى هوبا سكالوبا، جبنا لكم شويه حاجات من مطعم مشويات العربي. هوبا، 2 3 4 5 بسلطاته وبابا غنوجه. وما تنساش يا عزيزي في عرض جامد، استناه لحد اخر الفيديو. تعالوا بقى هوبا سكالوبا نخش كده في المقبلات ونشوف المطعم ده بيقول ايه. المحشي 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 المحشي. طبعا مفيش بيت مصري بيخلى من المحشي، ومفيش حد مصري ما بيحبش المحشي. ده طبق يا عزيزي ميكس محاشي، ثمنه 75 جنيه. زي ما انت شايف في فلفل وفي بتنجان وفي كوسه. فتعالى بقى ندوق ونشوف اذا كان يستاهل ثمنه ولا لا. تعالوا كده نبتدي بالبتنجان. طعم الرز اللي فيه تحفه، ولو انه مشطشط سيكا، بس انا بحب الحاجات المشطشطه. يا سلام يا سلام. نشوف بقى الفلفل اليخني اللي معمول طبعا في الفلفل بالرز اللي معمول فيه، طعمه بصراحه تحفه. تحس ان المحاشي دي معموله في بيت مصر. لكن بصراحه يا عزيزي 75 جنيه على 6 7 قطع محشي كتير سيكا، فمشكل المحاشي هياخد 6 من 10. اما بقى يا عزيزي الرز، فده مفروض ان هو الرز متبل، بس الواضح ان جالي رز بالخلطه. ثمن الطبق ده يا عزيزي 25 جنيه. ده رز يا عزيزي بسمتي، ولو ان اللي انا طلبته كان الرز اللي بالخلطه اللي عليه خضار، لكن ستيل الرز البسمتي طعمه شغال، فهنديه 7 من 10. الممبار مش اي حد يا عزيزي يعرف الممبار الا اذا كنت مصري اصيل، حاجه كده اورينتال مصريه شرقيه جدا. ده يا عزيزي ربع ممبار ب 90 جنيه. طبعا انت هتسالني دلوقتي ده بتاع مشويات، امال هي فين المشويات؟ سايبها للاخر يا عزيزي، سايبها لك عشان العرض الجامد اللي هقول لك عليه، مشويات في الجمدان. تعالوا بقى يا اعزائي الاكيله نجرب كده الممبار، نشوف طعمه هيبقى جامد ولا ايه الكلام. اللي بقى يا عزيزي ما يعرفش الممبار، فده البهاريز بتاعه الجاموسه. بيتجاب يا عزيزي احشائها وبتتنضف وبتتحشي بالمنظر ده زي ما انت شايف، جواها رز. احنا المصريين ما سيبناش حاجه الا لما حشيناها، ايا كانت هي ايه. الحمام ماشي، الخضار ماشي، الحمام ماشي، الخضار ماشي، حتى امعاء الجاموسه او البقره جبناها وطلعناها ونضفناها وحشيناها. تابعنا الممبار. طبعا بقى بيبقى فيه شويه رز، والرز ده ما بيبقاش رز عادي. في ناس بتحبه مشطشط زي ده كده مثلا، واضح انه موحوح موحوح، وبحط عليه شويه خضار، شويه كده بصل، شويه كده طماطم خفاف جدا، فبيبقى محطوط جواه تتبيله في الجون. طعم الممبار بصراحه تحفه تحفه تحفه، والتتبيله اللي محطوطه جواه وموحوحه كده، لو انت بتحب الحاجات المشطشطه زيي هتتكيف يا عزيزي الاكيل على الاخر. ولكن الحاجه الوحيده اللي مش كويسه في الحوار ان ثمن الثلاث منبرات كتير قوي، ربع ب 90 جنيه. ليه؟ الجوده في التمام، السعر في الفكسان، فهندي الطبق ده 8 من 10. المشوي ده بقى العرض اللي انا عملت عليه الحلقه دي يا عزيزي بالمخصوص. سيبك بقى كل اللي فات حماده، وده يا عزيزي حماده تاني. كل اللي انت شايفه ده ب 100 جنيه، سندوتشين كفته وواحد حواوشي زي ما انت شايف نصين. حاجه كده يا عزيزي لو جيت تجيبها في اي مطعم ممكن تكلفك قد 200 و300 جنيه. ده يا عزيزي ب 100 جنيه بدل 150. بس قبل ما نسبق الاحداث تعال نجرب عشان نشوف اذا كانت الكفته والحواوشي في الجمدان ولا في الفكسان. زي ما انت شايف يا عزيزي الاكيل، نص عيش بلدي او هو عيش كامل، وهم عاملينه كده زي شكله نص شقه زي ما بيقولوا، ومحشي من جوه كفته، مليان كفته. تعالوا بقى انا بحب اعمل ايه، حاجه كده افتكاسه من ناحيتي انا، ان انا بحط المخلل وسط يا عزيزي السندوتش، عشان انا بحب برضو الحاجه الايه المخلله، الحاجه المشطشطه بتدي لي للاكل نكهه. هوبا بقى القطمه المتينه. طعم الكفته بتاعتهم بصراحه حلوه، مشويه كويس، محطوط فيها شويه توابل وشويه خضار مع المخلل اللي انا حطيته. لا، كومبو وومبو في الجمدان، مشوي يعني. اما بقى يا عزيزي الحواوشي، زي ما انت شايف شكله حواوشي بلدي مصري اصيل،
بالعيشين البلدي بتوعنا اللي محطوط جواهم العيش، اللي محطوط جواهم الحوش بتاعنا زي ما انت شايف، اللي باين هنا انه محطوط عليه شويه طماطم شويه بصل. هوبا بقى ندوق. طعم الحواوشي شغال مش جامد، لكن العيب كمان التاني ان الحواوشي اللي موجود جوه الرغيف مش كتير، يمكن عشان العرض ب 100 جنيه، لكن في الشغال. ده العرض الاجمد والوحيد اللي عندهم ب 100 جنيه يا عزيزي. سندوتشين كفته وشقتين حواوشي، عرض جامد جدا. كميه الاكل كانت جامده جدا وجوده الاكل شغاله، وعشان كده حد العرض ده 9 من 10. فلو كان كل اللي فات حماده، ده بقى الحماده اللي بحق وحقيقي. العرض اللي لو كل اللي فات ما عجبكش، ده يا عزيزي لازم تجربه ب 100 جنيه. غدوايه حلوه ولوحدك هتشبعك، مش محتاج اي حاجه تانية جنبها. وبعد ما جربنا يا اعزائي مشويات العربي، جبنا شويه تشكيله ايشي محاشي وايشي ممبار وايشي يا عزيزي رز بسمتي، والعرض الاجمد والاوحد اللي معانا كفته وكمان حوشي. المشويات اللي عندهم في الجمدان دي كانت اجمد حاجه انا جربتها. فبعد ما جربنا كل حاجه، وحتى كمان جاي معاها سيرفيس وشويه عيش ومخلل، عشان كده حد المطعم ده بعد ما جربناه بجوده اكل الديابه 7 من 10. واللي عايز يعرف يا عزيزي المطعم ده موجود في عباس العقاد في مدينه نصر، فانت لو عجبك الاوفر جربه صدقني مش هتندم. استنوا مننا يا اعزائي الاكيله كل جديد. زي ما انت شايف بنحاول ندور ونكتشف على مطاعم جديده وافتكاسات جديده، ولو في اكتشاف يا عزيزي انت شايف ان هي جامده او فايرال وتستحق ان احنا نجربها، ما تنساش يا عزيزي الاكيل ان انت تكتبها لنا في الكومنتات، واحنا هنجربها وهنقول لكم اذا كانت هي في الجمدان ولا في الفكسان. وعشان كده ما تنساش يا عزيزي تعمل سبسكرايب وتخبط اللايك والشير المتين. تابع معانا، هتلاقي عندنا كل جديد للناس الاكيله المزاجنجيه اللي بتحب تاكل بمزاج وبتدور كده على العروض الحلوه، العروض الرخيصه اللي في الجون، مش اللي اي كلام. انا محمد الديب، ودي حلقه جديده من مشويات في اكل الديابه. اشوفكم الحلقه الجايه، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اكل الديابه، بيس اوت.